اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عملي الرئيسي بالنسبة للعمل السياسي في الزراعة، بعمل رئيس جمعية زراعية، رئيس جمعية مشتركة على مستوى مركز بركة السبع من أكثر من 20 عام، بقالي 20 عام بانتخابات 24 جمعية زراعية. بالنسبة للعمل السياسي، أنا في 2009 طلبت من السيد وزير الزراعة في اجتماع الجمعية المشتركة بالغربية إن الأسمدة تنتقل من التعاون الزراعي من البنوك للتعاون الزراعي. السيد الوزير نفذ رغبتي في المؤتمر، وانا بعمل العمل ده. بيختاروني لان انا عمل شريف. اختاروني 4 دورات في الدورة 5 سنوات بالانتخابات على مستوى 24 بلد، مركز بركة السابع. بعمل طبعا انا في لجنة الحفارات بالنسبة للترع المياه، وبالنسبة للصرف الصحي الأرض عندنا طبعا بطالب دلوقتي من السيد الوزير إن الأرض اللي هي المنوفية اللي كانت نمرة 1 بقت نمرة 4. وبطالب منه دلوقتي إن هو الصرف المغطي له 20 عام، بقاله 20 عام دلوقتي. المفروض كانت من 7 سنوات كان يتجدد، لأنه من 77 لغاية النهاردة ما اتجددش. بطالب تاني حاجة من الحاجة التانية إن هي الأسمدة اللي هي بالنسبة برضو للجامعات دلوقتي ضعيفة فيها خالص، وفي ناس ما بتاخدش الحصة بتاعتها. وبطالب من المطالبة الرئيسية من السيد الوزير إن هو يهتم شوية بالأسمدة بتاع الفلاحين، ونغير التربة، نغير الصرف اللي هو بتاع الجامعات، اللي هو بتاع الأرض اللي هي أرض المنوفية اللي كانت نمرة 1 بقت نمرة 4. نغير الصرف المغطي بتاعها عشان الأرض تبدأ تجيب المحصول بتاعها الأولاني. المحصول الأولاني كان أفضل من كده دلوقتي، لأن الأرض بقت فيها نسبة سبخ. دي الحاجة الوحيدة اللي أنا بطالب بيها. وهعمل يعني لو ربنا كرمني إن شاء الله ووفقني، دي أول حاجة هطالب بها للفلاح الأسمدة، والأرض اللي هي المنوفية نغير اللي هي الصرف المغطي بتاعها. دي أول حاجة هطلبها من المجلس إن شاء الله إذا ربنا وفقني إن شاء الله. بالنسبة للمية طبعا احنا منقولين طبعا المياه اللي هو بتاع المية دلوقتي منقولين تبع زفته، مش تبع سبيل بركة السبع، مش تبع شبين. بركة السبع أصبحت تبع زفته دلوقتي، وبتاخد وقت على ما بنروح هناك وبنخلص المية، والمية تجيلنا يوم واتنين وتقطع. دي هنطالب بقى للفلاح بحق الفلاح إن شاء الله في المرحلة الجاية إن شاء الله بأمر الله، ولو ربنا وفقنا إن شاء الله. بالنسبة طبعا للطرق اللي عندنا، الطرق اللي هي المكسرة هنطالب بقى إن شاء الله برضه بأمر الله في المرحلة اللي جاية لو ربنا وفقنا إن شاء الله. والكباري اللي هي بتاع أبو مشهور، اللي هي بتاع مزقان جنزور ده اللي بيعمل حوادث كل يوم، دي عايزين طبعا نعمل كوبري فيه. وبالنسبة للطرق اللي هي متبهدلة في جميع المناطق اللي هي تعبانة ديت فيها البلاد، عندك كفر نفرة وكفر الحمدية وكفر وميت المصالح وشنتنا وبركة السبع فيها تكسير كتير طبعا. وطبعا نخش على مركز تلا برضو نفس الطريقة، والشهداء إن شاء الله إذا ربنا وفقنا إن شاء الله بأمر الله. والمرحلة اللي أنا اتكلمت فيها برضو بالنسبة للشهداء وتلا برضو نفس الرقعة بتاع المنوفية. أنا قلت رقعة المنوفية طبعا هي كانت مرحلة، كانت واحدة يعني، كانت نمرة 1. المنوفية أرض المنوفية كانت نمرة 1 على مستوى المحافظات كلها، أصبحت بقت نمرة 4. دي مش لاقيين حد يطالب لنا فيه، فأنا هطالب بها إن شاء الله، وربنا يوفقنا ويوفق الجميع إن شاء الله بأمر واحد.